الحديث اللي عمله رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الفاينانشال تايمز كان كاشف جدا. بيقول لهم انه كان عايز قطر تقود الاحداث في سوريا في بدايه الازمه، وقال انه في بدايه 2012 قطر كان عندها ضوء اخضر ان هي اللي تقود، لان السعوديه ما كانتش عايزه تقود وقتها. بس بعدها حصل تغيير في السياسه، والسعوديه ما قالتش انها كانت عايزانا نقعد، احنا عايزانا كقطر نقعد في المقعد الخلفي. فانتهى الامر باننا بقينا قطر والسعوديه بنتنافس مع بعض. بس ما قالش مين اللي ادى الضوء الاخضر لقطر، ودورهم بقى ايه في الحرب السوريه بعد ما السعوديه استلمت الدفه. عن الفرق بين سياسه قطر في ليبيا وسوريا، حمد قال انه مش مقتنع ان السياسه نفسها تم اتباعها في ليبيا. قطر والامارات دعموا اطراف بتتصارع او تصارعت بعد سقوط القذافي في 2011، واعترف ان ليبيا بالنص كده كان فيها طباخين كتير فالطبخه باظت. يا شيخ حمد، مصير الناس والشعوب والبلاد بقى طبخه وطباخين. ربنا ينتقم من كل واحد طبخ وعك وحاول يبلع العرب العك اللي طبختوه. روح يا شيخ، يا سمو الشيخ، منك لله.